أحسن الله إليكم. السؤال 13 من الجزائر. أخت تسأل: ما حكم الزواج عبر النت؟ لأني تعرفت على أخ ما شاء الله ذا خلق ودين، وكان يريد الزواج، وأعطيته عنواني، وجاء وطلبني من أهلي، لكننا لم نقل لأهلنا أننا تعرفنا على النت. بماذا تنصحوني؟ وجزاكم الله خيرا. يا بنتي من الجزائر، صيغة سؤالك خطأ، إذ قلت الزواج عن طريق النت، والزواج معناه عقد النكاح، والذي حصل منك هو التعرف على ذلك الرجل وعرض نفسك عليه، حتى ونعم ودعوته إلى أن يخطبك من أهلك. أقول لك ولكل مسلمة تريد الحيطة والبراءة لدينها وعرضها ألا تعرض نفسها على الرجال من خلال الإنترنت، فإن الرجال يا بنتي لا يعرف مخابئهم إلا الرجال، كما أن نحن لا نستطيع أن نطلع على كل شيء عن النساء. فهذه فكرة غربية ساغ كثير من المسلمين والمسلمات المتفلتين. لكن إذا ذكر لك رجل صالح مرضي الدين والخلق فاعرضي نفسك عليه، فإن كان بواسطة امرأة مأمونة وهي منه بمكان فهذا أفضل، وإلا فلا مانع أن تعرضي نفسك عليه ولا تكثري معه الكلام. فإذا وافق، فإن طلب النظر إليك فلا تجيبيه، مريه فدليه على أهلك، فإن الولي هو المسؤول. لأن في الحقيقة عرفنا كثير من بناتنا المسلمات أصلحهن الله تتفق مع الرجل على كل شيء حتى على المهر، فإذا كما يقولون نضجت الطبخة قالت لأوليائها فلان خطب فتمموا له. وهذا في الحقيقة تعدي على مكانة الولي، بل وتسلط من هؤلاء النسوة، بل وإهانة للولي. فلا يليق بكن يا نساء المسلمات أن تصنعن هذا، فهذا خطأ. وأنا أنصح كل بناتنا المسلمات أن يلتزمن العرف الذي ساد بين أهلهن ما لم يعارض الشرع. فعلى سبيل المثال لو قالت لك زميلة لك أو جارة: يا فلانة أخي يريد أن يتقدم إليك، فلا مانع أن توافقي، لكن إذا طلبت منك اللقاء به أو محادثته فازجريها بشدة، وقولي لها: إن كان أخوك هذا أو عمك أو ولدك يريدني فليأتي البيت من بابه، وهو الولي. لكن ما دام أنك قد تورطت